انا سمعت ان هنا في مطعم اسمه مطعم بدر. المطعم ده فكرته زي كوكو العربي القديم كده، بيعمل اكل سيوي. صاحبه بدوي، فهنخش نجرب الاكل السيوي عشان انا جوعت. السلام عليكم. الحمد لله. المطعم حتى الستايل بتاعه عامل زي كوكو العربي القديم. اللي راح كوكو العربي في مطروح هيعرف ستايل. الحمد لله. الله يعزك. الله يعزك. بصور في مشكلة؟ عادي صور براحتك. الله يعزك. انا سمعت ان المطعم هنا زي مطعم كوكو العربي القديم في مطروح. انا اكلت في المطعم هناك. المطعم شكله والناس اللي فيه والاكل شدني، فلما عرفت ان في مطعم زيه وسمعت ان صاحب المطعم ده هو صاحب المطعم، سمعت مش عارف معلومه صح ولا لا. فقلت اجي هنا اجرب بقى الاكل السيوي. نحن من مطروح. من مطروح، اساسكم من مطروح. المطعم كوكو العربي فعلا بتاعكم من مطروح. يعني اللي عامل المطعم ده هو اللي عامل المطعم ده؟ واحد تاني. بس ان شاء الله يكون يكون احسن كمان. احسن ان شاء الله باذن الله. طب انا حابب اجرب اللحمه الضاني. اللحمه او انت عامل عليا قول لي. في لحمه ضاني ولحمه قلعه. لا خلينا في الضاني، يعني خلينا بقى نعيش التجربه. ضاني تمام. هي وجبه انا على ما سمعت وجبه سواء الضاني او العجل او الفراخ. يسمى عباره عن فاصوليا مشويه، شطه، مكرونه، رز، رغيف عيش، سلطه، شيء زي دول اساسيات، واختلاف بس الفراخ واللحمه. صح كده؟ في السعر. الفراخ واللحمه انا فاهم السعر ايوه، بس انا اقصد الحاجات دي اساسيه مع الفراخ واللحمه الاختلاف. بس خلينا نجرب اللي هي اللحمه الضاني. واحلى حاجه ان هو نفس الفكره بتاعت كوكو العربي. يعني هنا في المطبخ موجود، انت شايفه وهو بيعمل الاكل، او ممكن ما تكونش شايفه بوضوح بس يعني هو شايفه قدامك. لو وقفت هتشوفهم هما بيعملوا الاكل. انا شخصيا بميل لاي حاجه بسيطه. طبيعيه ما بيكونش فيها بهرجه والكلام ده، بحبها. بحس ان اللي بيعمل كده او اللي بتكون الحاجه بتاعته بسيطه، المضمون بيكون قوي. يعني بحس ان هو بيهتم اكتر بالمضمون، فلذلك انا وجهه نظري مثلا تدخل مطعم زي ده تيجي تاكل بتلاقي الاكل حلو، مش مهتم بالديكور، مش مهتم باي حاجه، ومهتم بجوده الاكل، مهتم بالمضمون. احنا طلبنا الوجبه ومستنيينها بتاعتنا. اللي انا اعرفه برضو ان في كوكو العربي تطلب الوجبه وبتجيلك على طول، ما تتاخرش. يعني ممكن 10 دقايق وتلاقي الوجبه عندك، مش بيتسوى. يعني الاكل الاكل بيبقى جاهز ويبقى سخن، ممكن ما يكملش 10 دقايق وتلاقي الاكل. انا شايفه اصلا يعني عمال يحط الطبق في الصينيه تقريبا. بص، هي احلى حاجه قعده بسيطه خالص. في شلتة على الارض وشلتة في ظهرك، وسنانه هنا ركاب. محمد شاهين شايفه بياكل في مطعم كان كوكو العرب هو فقال جمله، فعلا الجمله ديت انا يعني انا ماشي بالمبدا ده. لما بتنزل للحاجه تكون مستواها بتحس بيها وتفهمها اكتر. فلما الاكل
على الارض فبيكون في يعني زي تفاهم بينك وبينه. بس هو طب ما انا ممكن اكل على السفرة برضه نفس المستوى. تسلم ايدك. الله يكرمك. هذه الملوخية، هذه الفاصوليا، هذا الشرطة، هذه مكرونة، هذا الرز الحمر، هذا العيش. تسلم تسلم ايدك. الناس هنا لذيذة، بس روحها يعني عندهم تقبل للناس الغريبة. أي بلد سياحية ما عندهاش الحتة دي. الناس بتبقى ما عندهاش الحتة بتاعت إن هم يبقى متقبلين الناس الغريبة، مش هتنجح. اللحمة ديت يعني تسويها ازاي؟ يعني زي اللحمة في شوربة مية مية تسويها بعد ما تجيب اللحمة تحط لها شوية ملح، تقدر تكتم بتاعتها. يعني ملهاش طريقة معينة مثلا زي الكبسة والحاجات دي؟ مش لها كبسة، دي غير الكبسة، دي حاجة تانية. هذه حاجة تانية. تحط المية خليها تغلي في المية وتحط الملح والكتم بتاعها، تحط البهارات يعني تحط عليها طماطم وماشي وبصلاية. بس دي الطريقة اللي احنا بنستخدمها عندنا. في واحدة الكبسة ده مكبوسة، ده ما نكبسوش فيها، دي مش موجودة. طب ايه اللي بيميزها يعني عن الطريقة اللي احنا بنعملها؟ يعني في حاجة معينة بتميزها؟ مفيش ميزة زي كلها زي بعض. زي بعض. يعني ممكن مثلا نقول يعني اختيار اللحمة نفسها، جودة اللحمة، مثلا المرعى نفسها هي اللي بيميز طعم اللحمة. المرعى المرقة بتاعتها مرق اللحمة الباحثة. لا مش المرقة، مرعى الحيوان نفسه، مرعى الخروف أو الجد. اللي هو طريقة أكله. طريقة الجد اللي هو الجد. هو مثلا يعني أقصد إن عندنا بياكل علف. هنا مثلا ممكن نقول إن هو بياكل خضرة كتير، فطريقة المرعى بتاعته بتخلي اللحمة طعمها حلو. أيوة، أنا آكل فيه برسيم. ياكل حتى في العرفة بتاعته. فيها الشعير والقمح. أيوة. فبتميز اللحمة طعمها حلو. أنا هجرب وأقول لك رأيي. إن شاء الله يكبر يسمع. إن شاء الله. أنا مش متعود إن أنا آكل قدام الكاميرا، بس قلت أعيشكوا التجربة كاملة. مفيش معلقة، مش عارف المفروض إن أنا آكل بإيدي. تسلم. لا ولا دي. الرز انا عشان انا اكلت الرز ده قبل كده، اي حد هياكل ممكن منه ناشف، ممكن ما يتقبلوش. ازاي الرز اللي احنا بنعمله في البيت ممكن مش اي حد يتقبل طعمه. كمل بقى بقيه الاكل. اكل جميل، اكل حلو، بس هو الرز ممكن مش اي حد يتقبله. بالنسبه لي عادي، اتعود عليه. احلى حاجه عندهم ان البساطه عندهم، حتى في الاكل، في الطبق اللي بيغرفوا فيه حاطين في طبق ستانلس ستيل، مش بيتكلفوا يعني في الطبق، مش متكلفين. عملوا المفروض بعد ما بتخلص بينزل لك شاي ساقع من ضمن الوجبه. الشاي المفروض ابقى جاي دلوقتي. تسلم. يعني حركة لطيفة برضه بعد ما تخلص أكل جاي منضف شوية.
تفضل قاعد في مكان نضيف يعني. حركة بسيطة بس حلوة لطيفة. ده شاي الزردة يا جدعان، ما شربوش بقى شاي الزردة ده، دي كوباية من الشاي متبقاش أكبر من كده. الشاي من حلاوته دي تالت كوباية اشربها، الجنيه صغيرة عشان الشاي طعمه. خلصنا أكل الحمد لله، شربنا الشاي، نبقى نتكل على الله. حاسب فين؟ عرفة راجل الحزب ليه؟ سلام عليكم. حساب 200 السعر كويس خالص. ايه؟ بقول لهم السعر كويس ولا الناس عادي دي لا. الناس دي محترمة. ألف شكر يا غالي. سوري صح. مطعم اسمه مطعم بدري. هو ملتزم بنفس الفكرة بتاعت الناس دي شغالة هنا، ناس محترمة والله يعني، معاملتهم كويسة. مطعم ما فيهوش وجبات كتير يعني، هما وجبتين فراخ ولحمة. في الفطار برضو ما فيهوش كتير برضو، هو فطار معروف، فطار عدس وفول وبيض وكمونية، مش عارف يعني ايه قلاية دي. وفي الغدا فراخ ولحمة بس، مفيش وجبات تانية. نفس الفكرة بتاعت مطعم فوق العرض قديم. كده خلصنا، مش عارف انا عندي وقت اشوف حاجة تانية ولا لا. ايه الاخبار؟ كله تمام؟ الراجل ده انا هسيب تليفونه رقم تليفونه في الفيديو، لو حد جه سيوة يعني وعايز حد يكون معاه يعني. ما عنده عربية، دي العربية بتاعته. راجل بشوش وكويس يعني، بيحب يساعد، واللي هتطلبه منه هيعملهولك. ملتزم بمواعيده. يوم جيت في سيوة هنا، كان عندي برغم ان انا اتفرجت على فيديوهات، كان عندي انطباع ان الواحة هنا يعني بدائية، او حتى لو فيها حاجات متطورة او تكنولوجيا مش كتير يعني. اتفاجئت فيها بنك مصر، وفيها البريد، وفيها مصرية اتصالات، في مستشفى، يعني في اماكن رسميه، اماكن تبع للحكومات والوزارات والمؤسسات. فانا ما كنتش متخيل ان في حاجات زي دي هنا. وبرضه لاحظت حاجه وانا جاي، الناس في عندها طبع الامان يعني، بيسكت بعض. بلد امان جدا، امان لدرجه ان وانا جاي كانت حوالي الساعه 8 الصبح او 7 ونص. اول ما دخلت البلد كان قدام البيوت زي موتوسيكلات مركونه وتروسيكلات، وفي بضاعه، مثلا اللي بيبيع قارورات ميه او بيبيع بضاعه، حتى اجهزه كهربائيه حاططها قدام البيت، اللي هو لو اي حد عايز ياخد اي حاجه ويحطها على تروسيكل ويسرقها ويمشي هيعمل كده ومحدش هيحس. فدي ظاهره انا اخدت بالي منها يعني. هو البلد فيها كام محطة؟
ثلاث. دي واحدة في كيلو 2 كيلو 3 وواحدة في كيلو 7 بتاع الجيم. البيوت هنا طول ما انت ماشي اي بيت هتلاقي لازم يكون مزروع فيه نخله، بيقدسوا النخل هنا. هنا بيت سيوي بس مقفول. ده بيت سيوي. مكتبة مصر العامة بس مقفول للأسف. الصورة ماشي. طبعا احنا عشان جايين متأخر فمش لاحقين أي حاجة للأسف. هنا بيت سيوي، وبيت سيوي هنا ده بيعاصر العصر القديم لأهل سيوة. فأنت لما تدخل بيقول لك يعرفك ازاي هما كانوا عايشين وبياكلوا ازاي ويناموا فين. بس للأسف المكان مقفول. اعتقد احنا كده ممكن نرجع بقى السكن. لو انت عندك حاجه ثانيه ما للاسف ما فيش وقت. خلاص للاسف. شادين على الطقس بتاع سيوة ما فيش عندكم شتاء قليل. الامطار تبقى ايه خفيفه خالص. ماشي. واحيانا يجي موسم الشتاء كمان ما فيش مطر. واحيانا بيبقى مثلا في رشرشه. واحيانا يجي ينزل مثلا متواصل 3 ايام او يومين. وعلى حسب بقى ايه يعني قدره سبحانه وتعالى. ولكن كجو ساعه ماشي بيبقى الصبح وبالليل. ساعه. والاخص شهر 12 وواحد. يعني نقدر نقول الشتاء هنا بيبتدي من شهر 12. ايوه. قبل كده جو ربيعي ممكن بالظبط ماشي. وميه كبريتيه معروفه عين واحده في منطقه اسمها بريزه. طب هل مثلا فكره ان شخص غريب مش من سيوه مش سيوي يعني مسموح له ان هو ممكن يتجوز من اهل سيوه؟ هل حاجه زي كده مسموح؟ كان في الاول ماشي طبعا بيبقى صعب لان ما فيش حد بيوافق. ما حدش بيوافق. حاليا ماشي بيوافق. في موافق عشان نسبه لا مش عنوسه يعني. لا مش عنوسه. لكن بشكل عام الفكره مقبوله مش مرفوضه يعني. لا مقبوله. باللغه العاميه او مثلا الناس عشان تعرف هو جبل دكرور. لكن بلغتنا اسمه ادرار جامبريل. ادرار جامبريل. وهو اصلا اسمه ابريق لانه في ملك اسمه ابريق.